تخيل إنك تعيش سنين كاملة مقتنع إن حياتك الحقيقية لسه ما بدأتش، إن في حاجة واحدة بس لو حصلت هتبقى شخص تاني تماما، وظيفة، فرصة، شخص، أو حتى حلم قديم، وتفضل مستني وتأجل حياتك يوم ورا يوم لحد ما تفوق في لحظة وتسأل نفسك: هو أنا عايش ولا مستني أبدأ أعيش؟ أهلا وسهلا بيكوا، معاكوا نهلة فؤاد، وأنت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. خليني أبدأ معاك بقصة. كان في شاب اسمه مروان، شاب عادي جدا، مش فاشل ومش ناجح، بس عنده فكرة واحدة مسيطرة عليه: أنا مش هكون نفسي إلا لما أشتغل في الشركة دي. الشركة دي كانت بالنسبة له مش مجرد شغل، كانت نقطة التحول. قدم مرة اترفض، قال عادي. قدم تاني اترفض، بدأ يبرر: يمكن لسه ناقصني شوية خبرة. قدم تالت ورابع وخامس، ومع كل رفض ما كانش بيخسر وظيفة بس، كان بيخسر جزء من نفسه، لأنه بدأ يربط قيمته بحاجة واحدة: القبول. وفي كل مرة يتأخر فيها الرد كان بيحس إنه أقل، لحد ما حصل حاجة غريبة. في يوم الشركة نفسها بعتت له رفض نهائي. الرسالة كانت قصيرة جدا: نشكرك على اهتمامك، لكن لا يوجد تطابق. المرة دي ما كانش رد فعله زي كل مرة، ما كانش حزين بس، كان مرهق، مش من الرفض، من الفكرة نفسها. قعد في أوضته وسأل نفسه: هو أنا مستني إيه بالظبط عشان أبدأ أعيش؟ في اللحظة دي حصل التحول الحقيقي، مش لأنه لقى وظيفة، لكن لأنه فقد الاعتماد على الوظيفة. بدأ يغير طريق، اشتغل شغلانات بسيطة، اتعلم مهارة جديدة، بدأ يشتغل على نفسه مش على الفرصة. ومع الوقت حصل العكس تماما، بقى عنده دخل ثابت من شغله الخاص، وبقى الناس هي اللي بتدور عليه مش هو اللي بيجري وراه. وبعد سنين جاله عرض من نفس الشركة اللي كانت بالنسبة له الحلم الكبير، بس المرة دي قرأ العرض بهدوء، وبعدين قال: مش مناسب ليا دلوقتي. مش غرور، لكن وعي، لأنه فهم أخيرا إن عمره ما كان محتاج الباب ده أصلا، هو كان محتاج يوقف عن انتظار الباب. الرسالة اللي عايزة أقولها لك إن أخطر فكرة ممكن تعيش بيها إن حياتك متوقفة على حاجة واحدة، لأنك طول ما أنت مستني حاجة تغيرك أنت فعلا مش عايش. لكن أول ما تفهم إنك تقدر تكمل من غيرها، ساعتها بس بتبدأ القوة الحقيقية. في النهاية مش كل باب بيتقفل هو رزق، بعض الأبواب اتقفلت عشان تكتشف إنك كنت تقدر تمشي من غيرها من البداية. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.